حينما تولى الحجاج حكم العراق بدأ في التضييق على الصحابة والتابعين الذين لم يوالوا بني أمية، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد تقدم به العمر فأصبح من آخر الصحابة الباقين، وكان يذكر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما أزعج الحجاج، فأرسل الحجاج في طلبه، فلما مثل بين يديه قال له بلهجة متعجرفة: إيه يا أنيس، يوم لك مع علي، ويوم لك مع ابن الزبير، ويوم لك مع ابن الأشعث، والله لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة، ولأدمغنك كما تدمغ الصمغة. فقال أنس: إياي يعني الأمير؟ أصلحه الله. فقال الحجاج: إياك، سك الله سمعك. فقال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لولا الصبية الصغار ما بليت أي قتلة قتلت ولا أي ميتة مت. بعد هذه الواقعة كتب أنس بن مالك رسالة إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان يشكو إليه ظلم الحجاج، ومما جاء في الرسالة: فإن الحجاج قال لي هجرا وأسمعني نكرا، ولم أكن لذلك أهلا، فخذ لي على يديه، فإني أمت بخدمة رسول الله وصحبتي إياه، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضبا، فكتب إلى الحجاج خطابا يعنفه على فعله، وجاء في رسالته: